السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة بجد كيكة نايتي بجد تحفة قوي. جربوها وهتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة كده هنخل الدقيق كويس قوي، دول كوبايتين دقيق هنخلهم باي مصفى عندك. بعد كده هحط في الخلاط 3 بيضات، 3 البيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. هنزل عليهم بكيسين من الفانيليا، كيس فانيليا بطعم البرتقال، وكيس فانيليا عادي. الفانيليا البرتقال بجد بتودي الكيكه في حته تانية خالص. بعد كده هنزل بكوبايه وربع سكر لو انت بتحبيها مسكره، لو انت بتحبيها عاديه مش مسكره قوي انزلي بكوبايه سكر واحده بس. بعد كده دي بقى الخطوه دي مهمه قوي، هنزل بعصير ليمونه كامله. هعصر ليمونه كامله على الكيكه بجد بتخليها تحفه. والخطوه دي اللي جايه كمان دي مهمه، هحط معلقه خل كبيره، اللي هي معلقه الاكل اللي تمليها خل، او اي معلقه عندك اللي هي بتاع الادوات المعياريه. هضربهم في الخلاط كويس قوي، وبعد كده هنزل عليهم بنص كوبايه من الزيت لحد ما الخليط يفتح معايا كده. بعد كده هنزل بقى بالخليط المواد السائله عندي في بوله، وهنزل عليهم بكوبايتين الدقيق اللي انا نخليهم شويه بشويه. حتى على كوبايتين الدقيق بقى حط عليهم رشه ملح، وحط عليهم كيس بيكنج باودر او كيس كيك شيف الموجود عندك، وهقلب حبه بحبه كده. وبعد كده هزود 3 معالق كبار من النشا، معلقه الاكل العاديه. 3 معالق كبار نشا بجد بتخلي الكيكه هشه قوي قوي ولونها فاتح. بس طبعا لو هتحطي فانيليا بالبرتقال هتقلب معاكي برتقاني شويه، انما لو هتحطي فانيليا عاديه خالص يعني هتبقى معاكي لونها فاتح قوي قوي، ابيض يعني ناصع البياض كده. قلبت المكونات كده في اتجاه واحد. وطبعا عندي العجينه بتاعت الكيكه تقيله شويه عشان لسه ما حطيتش الحليب. عندي بقى كوبايه حليب سخنه، هنزل عليهم بمعلقتين زبده كبار. لو ما عندكيش زبده ما حطي معلقتين سمنه كبار عاديين خالص، مش لازم زبده. وهقلبهم كده لحد ما يسيحوا في كوبايه الحليب، طبعا كوبايه الحليب سخنه. وهنزل شويه بشويه كده على الخليط، وهقلب لحد ما قوام الخليط معاكي هيبقى خفيف زي بقى قوام الكيكه العاديه. انزلي شويه بشويه كده وقلبي، طبعا في كل ده في اتجاه واحد. هوريكي دلوقتي قوامها بقى عامل ازاي. شايفين القوام الكيكه بقى خفيف وبقى حلو قوي. عندي بقى بنحب الكيكه تكون يعني ما تبقاش عاليه قوي، فبحطها في صاج 30 في 40 كده، وبدهنه سمنه، وبروح جايه منزله خليط الكيكه. لو انت هتحطيها في صينيه هتبقى عندك بقى مرتفعه شويه، احنا بنحبها ما تبقاش عاليه قوي. فبحطها في صاج مقاس 30 في 40، وبدخلها على فرن سخن مسخنه من قبلها على درجه حراره 180. بتقعد 35 دقيقه بالظبط في الرف اللي في الوسط، ما تفتحيش عليها قبل 35 دقيقه. هتبقى معاكي تاخد لون من تحت ومن فوق. لو ما خدتش لون من فوق هشغلي عليها الشوايه شويه، هتاخد معاكي لون الذهبي الجميل ده. طبعا انا اول ما بخرجها من الفرن بحط عليها اي حاجه بغطيها عشان تبقى طريه كده، ما تبقاش ناشفه. وبعد كده بقى انا قطعتها هنا كانت سخنه كمان شويه، كانت دافيه كده. هعمل خطوه كمان، لو انت حابه تعمليها اعمليها، مش حابه براحتك خالص. انا بعد ما قطعت الكيكه حطيت عليها كده، دهنتها بالفرشه مربى مشمش. كانت عندي مربى مشمش بصراحه فجربتها كده، فكانت طعمها حلو قوي. بعد ما دهنتها من فوق بمربى مشمش حطيت شويه جوز هند كده مبشور من فوق. عايزه اقول لكم كانت خطيره، طعمها تحفه. تحسي ان انت كده بتاكلي جاتوه مش بتاكلي كيكه خالص. وكمان الكيكه ذات نفسها اسفنجيه من جوه وما فيهاش فراغات. فجربوها ان شاء الله، لا تعجبكم. شايفين ما شاء الله اللون من تحت عامل ازاي، تسويتها مظبوطه والكيكه مظبوطه على الشعره. جربيها وعلى ضمانتي. كمان هنزل لكم كيكه اقتصاديه ببيضه واحده وهتنجح معاكي ان شاء الله. فزي ما قلت لك انت بقى لو حابه تعمليها في صينيه وتبقى عاليه معاكي او في قالب براحتك. احنا بنحب الكيكه في صاج، فبعملها في صاج 30 في 40 كده بكون دهناه، وبتبقى جميله قوي بصراحه. بحبها تكون خفيفه كده وما تبقاش عاليه قوي. شايفين ما شاء الله الكيكه هشه من جوه وما فيهاش اي فراغات. والنشا كمان يعني عايزه اقول لكم بيخليها تحفه. جربوها ان شاء الله بقى مع كوبايتين كده شاي بحليب او كوبايتين لبن، وربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم. وما تنسونيش اللايك والاشتراك. السلام عليكم.